كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضع الصندوق الوطني للتقاعد رزنامة جديدة وبصفة استثنائية لصب منح ومعاشات التقاعد بالزيادات الأخيرة، وذلك لتمكين المتقاعدين من الحصول على معاشاتهم قبل شهر رمضان. أعلن الصندوق في بيان اليوم الاثنين أن الرزنامة الجديدة والاستثنائية خاصة بصب منح ومعاشات التقاعد بالزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ووفق البيان ينتظر صب معاشات ومنح التقاعد للمتقاعدين الذين كانوا يتلقونها كل 21 و22 من كل شهر يوم 18 مارس الجاري. وأضاف البيان أنه حدد يوم 19 مارس لصب منح ومعاشات التقاعد للمتقاعدين الذين كانوا يتلقونها كل 23 و24 من كل شهر. أما يوم 20 مارس الجاري وتصب منح ومعاشات التقاعد لفائدة المتقاعدين الذين كانوا يتلقونها كل 25 و26 من كل شهر. وبالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي تصب أيام 14 و15 و16 و17 إلى 20 فهي تبقى بدون تغيير. إذا أعجبك هذا الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.